السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هالة ودي قناتي اسمها هلول. فاكرين زمان لما كنا نبقى هنموت من الجوع كده وأمنا لسه بتعمل أكل ولسه ما خلصتش ويعني لسه قدامها شوية كده وإحنا مش قادرين نصبر، فتروح غرفلنا كده شوية شوربة في طبق وعليهم مثلا شوية عيش أو شوية رقاق ناشف كده وحتة لحمة صغيرة كده تصبيرة. فاكرين التصبيرة دي؟ يعني بتهيألي كلنا حصل معانا كده، كلنا جربنا موضوع التصبيرة ده. اهو النهارده بقى احنا عاملين تصبيرة، بس يعني ايه، تصبيرة على كبير شوية للعيلة كلها للبيت كله. بصوا الفيديو ده انا مصوره معاه من فتره طويله بصراحه، من العيد الكبير اللي فات، وانا كنت ناوي ان انا يعني هو كان زي روتين كده، انا كنت ناوي ان انا انزله لكم في العيد الكبير، بس يعني ما حصلش نصيب، فوالله قلت اشارك معاكم التصبيره اللي انا عملتها دي. هي ما كانتش تصبيره، هو كان فطار يوم العيد. انا كنت عامله اللي هي اللحمه اللي هي في، هتشوفوها معايا دلوقتي، وكنت عامله معاها كبده. فبما اني بقى ما شاركتش معاكم الفيديو في العيد، فوالله قلت اوريه لكم دلوقتي ونفكر بعد كده بالذكريات الحلوه دي يعني والتصبيرات والحاجات اللي كنا بنعملها دي. اول حاجه انا كان معايا لحمه بلدي انا سلقاها. طبعا كلنا عارفين طريقه السلق، وهقول لكم برضو عليها عشان تعرفوا ازاي تطلعوا شوربه يعني حلوه قوي. دلوقتي انا بس معايا رقاق ناشف، طبعا كلنا عارفينه الرقاق الناشف العادي. انا بكسره، زمان طبعا احنا كنا بنعمله، او يعني الغالبيه كانوا بيعملوه بالعيش الناشف. يعني الفلاحين بقى والناس هم الفلاحين يعني هم اللي عارفين الكلام ده، عارفين موضوع العيش الناشف ده. للي يعني ما يعرفش العيش الناشف يا جماعه، بنخبز عيش في البيت وبيبقى متلدن، يعني بتلدن ده محمص يعني، وبعد كده بنكسر وبنحط عليه الشوربه بقى يعني واللحمه وكده. دلوقتي بقى بما ان يعني انا ما عنديش عيش ناشف فحطينا رقاق، وعلى فكره والله بالرقاق بتبقى احلى. المهم بقى انا عملت ايه، انا جبت الرقاق، طبعا بالرقاق او العيش بقى بتنفع. وكنت سلقه اللحمه بقى ازاي، حطيت ميه على النار، نزلت فيها بصلايه وطماطمايه، حته فلفل كده صغيره، ورق لورا وحبهان وشويه كمون، بس كده. واهم بقى خطوه في سلق اللحمه عشان تطلعي في الاخر شوربه دسمه كده وحلوه، طبعا ده بيرجع للحمه، ان اللحمه برضو بيبقى فيها نسبه دسم. والسبب التاني ان انتي مش بتعملي بركة مية على نص كيلو لحمة، يعني بنختار حلة كده وسط على قد كمية اللحمة اللي معانا. هنا دول شوية كبدة انا كنت عاملاهم كده يعني، فطرنا بيها الصبح وفات شوية، فكنت بسخنهم اللي هي اسمها ايه بقى، التسقية دي، مش عارفة والله اسمها ايه، بس يعني اعتبروها فتة بس من غير رز وصلصة. المهم يعني انا كنت عامله الكبده دي الصبح، فطرنا بيها الصبح وفاض منها شويه كده. لما عملت برضو اللي هي الفته دي كان يعتبر برضو الصبح يعني، بس العيد الكبير بقى العيد الكبير كله بيبقى بينتقم في اللحم فكان يعني الصبح برضو، بس بعد شويه كده من اكل الكبده. المهم بقى ايه، عشان انت عايزه اللحمه تطلع معاكي دسمه، ما تروحيش تعملي بركه ميه على شويه لحمه قد كده، تخلي الميه مش كتير، الميه ما تبقاش كتير، بحيث ان اللحمه لما تغلي بقى وتستوي تبقى الشوربه في الاخر دسمه وما تبقاش خفيفه. لاني بشوف ناس بيبقوا عايزين الشوربه دسمه وحلوه ويروحوا ماليين الحله على اخرها ميه، وفي الاخر يعني بصوا يبقى بيطلعوا اللحمه كده من الحله، بيدوروا على حته اللحمه كده في البحر الشوربه اللي هم عملوه. فلا، نخلي الميه بالمعقول عشان الشوربه في الاخر تطلع معانا دسمه. بس دلوقتي بقى انا بعمل ايه ولا اي حاجه، هي مش اكله يعني، انا بقول لكم على فكرتها، والله العظيم الفيديو ما اكتر ان انا بس يعني بفكركم بالذكريات الحلوه دي. انا عملت ايه، كسرت الرقاق حتت يعني كده وسط، مش كبيره قوي عشان ما تقعدش تمط كده لانه بيطرى، يعني ما يقعدش يشد كده يبقى طويل يعني او كبيره قوي، برضو مش صغير قوي. ورحت بقى حاطه الشوربه وحطيت اللحمه. شايفين يا جماعه اللحمه انا مخليها دايبه، اقسم بالله دايبه كده على اخرها مهريه، شايفين عامله ازاي بالمعلقه، هوريها لكم دلوقتي. الاكله دي بقى انا بعشقها. انا زمان ما كنتش بحب على فكره ان الشوربه تبقى بالرواق ده، كنت بحبه بالعيش الناشف، لكن الرواق ده كنت اصلا بقرف من شكله، وزي ما انتم شايفين كده يعني. بصي يمكن يبان لكم ان الاكله شكلها مش لطيف كده يعني، تحسوها عك، بس والله خالص ده الاكله دي قمه اللذاذه فيها، واقسم بالله. زي اكلات كتير على فكره يعني، في اكلات كتير تبصي لشكلها كده تحسي ان هي يعني شكلها مش لطيف، ما يفتحش النفس كده، بس هي بتبقى غير شكلها خالص. شايفين بقى اللحمه مهريه ازاي، مجرد ما بحركها بالمعلقه كده بتبقى مهريه، شايفين المنظر. اكتبوا لي بقى رايكم تحت في التعليقات. طبعا مش هقول لكم اسالوني سؤال يعني عن الاكله، لان هي اكيد ما فيهاش حاجه مش مفهومه يعني، بس قولوا لي كده مثلا، هل كنتوا بتعملوا موضوع التصبيره ده زمان وانتوا جعانين كده وامكم لسه ما عملتش الاكل، كانت بتحط لكم كده شويه شوربه وحته لحمه كده يعني، كان بيحصل معاكم الموضوع ده؟ او مثلا لو بنعمل محشي نحط صباعين محشي كده تصبيره، والله احلى ايام.
شايفين يا جماعه اللحمه عامله ازاي؟ مهريه دايبه على اخرها. عايزه اقول لكم ان انا والله العظيم في يوم العيد الكبير ده انا كنت كل شويه، يعني يمكن كل ساعتين رايحه جايه على المطبخ احط اعمل لي طبق زي ده بس صغير بقى، ده انا كنت عاملاه لينا كلنا. كل شويه اروح على المطبخ اروح غرفالي شويه في طبق واحط شويه رقاق، اكسر شويه رقاق وحته لحمه واطلع لما خلصت اللحمه كلها لوحدي. بس اللحمه خطيره، بسووا اللحمه قوي، مع ان على فكره كل ما اللحمه استوت قوي كل ما فايدتها بتقل، بس كل ما طعمها بيحلو. انا بحب كده، واذواق برضو طبعا، في ناس مش بتحبها مستويه قوي. هنا بقى بنتي كانت بتاكل معانا كلنا بنعك في طبق واحد عادي، احنا في بيتنا يعني عادي، ما عندناش ضيوف، مش معزومين عند حد، فبقى بلا اتيكيت بلا بتاع. بس كده يكون خلص الفيديو. انا عارفه انتم ما استفدتوش منه باي حاجه خالص، بس والله هو مجرد فكره بس واسترجاع كده للذكريات الحلوه. بس كده، السلام عليكم.